السلام عليكم الاخوان. حنا داك المساله ديال المؤامره وكذا، حنا ما عندناش مع الخدمه نيشان. حنا عندنا مع انك تمشي تلعب مثلا كره، تدور كره، تمشي تخدم بكل نزاهه وبكل مصداقيه، تمشي لواحد البلاصه انك الا بغيتي تدافع على راسك، باثباتات وحجج صحيحه ملموسه بدون ظلم الطرف الاخر ولو يكون عدوك. وحنا المغاربه دايرين هكا مع العدو ديالنا، مع كلش. تصوروا معايا الاخوان، قبل ما ندخل في الموضوع فضروري انني غنقول واحد الرساله. هذا الموضوع اللي غتسمع اليوم، قبل ما تسمعه بغيتك تكون مغربي اليوم اكثر، وبغيتك تكوني مغربيه اليوم اكثر. طبيعه الحال المغاربه حنا شفناهم في التضامن ديالهم، شفناهم كيفاش كيفاش في القضيه الدفاع عن الوحده الترابيه، كيفاش ما عنديش شك في هذه المساله. ولكن الاخوان بعض المره كنغفلوا، بعض المره كيزلقوا لنا شي حويجات. فاليوم خصك تعرف بانك خصك تكون اكثر من اي وقت، من اي يوم، من اي شهر، من اي سيمانه، من اي عام، خصك تكون مع بلادك. لان خصك تعرف كاينه واحد المؤامره كبيره بزاف. ما عرفتش المغرب علاش ظاهره وداير هكا. تصوروا معايا الموضوع اللي غنتكلم عليه، تصوروا معايا هادشي اللي كيوقع للمنتخب المغربي واللاعبين وكل شيء. شكون اللي دايرو؟ موتسيبي رئيس الكاف. يا سيدي موتسيبي رئيس الكاف هو اللي داير هادشي كامل، وهو اللي عاقب الركراكي، وهو اللي داير مؤامره مع الجزائر، وهو اللي الجزائر كتعطيه في الرشوه من اجل انه يساعدها في تنظيمات وافشال امور ديال المغرب. وهو غتقول لي علاش نور الدين اشمل الربح عنده راه بزاف ديال المواقف دارهم من اجلنا. لا، تعقلوا في الضرب ديال وليداتنا، في الدراري الصغار ديال المنتخب في الجزائر، راه ما كانوش شي قرارات وشي ايقاف وشي غرامات ماليه بحجم يعني اللي يستحق، راه غير داكشي بسيط وداكشي. تصوروا معايا حتى في الاعلان على كاس افريقيا في 2025 في المغرب، راه ما كانش في وقته، راه كان بسيمانه ولا قبل خصو يعلن، وبقى مأخر ولا بشهر ولا بكثر، وبقى مأخر. علاش؟ كيتسنى وعده الجزائريين، لان كيتسنى على ما يوجدوا شي لعيبات وكذا. تصور بان في الملف ديال الترشيح اجلس تسنى الجزائر تشوف ما تدير. تصور بزاف د الحوايج. تعقلوا في المساله ديال اي حاجه كتلقى فيها جنوب افريقيا وكتلقى فيها كسميتها الجزائر. تصور معايا حفيظ مانديلا وداك الاساءه ديالو للبلاد ديالنا والسياسه في الكره وقعت في الجزائر. راه الجزائر من المفروض خصها توقف لها كلش. موتسيبي يا سيدي كيحميهم، كيعاقبهم غير شي شويش، ولكن حجم داك الرسائل اللي كتدوز علينا الجزائر كثار من داك العقاب اللي كتعاقب. علاش هادشي كامل؟ غتقول لي نور الدين هادشي كامل دخلنا في الموضوع. علاش؟ غادي نقول لك بان كلنا كنعرفوا فوزي القجع والنجاح ديالو في التسيير الرياضي، كلنا كنعرفوا. وكنعرفوا فوزي القجع انه هو كان ما بين الركائز والاعمده المهمه باش وصل المنتخب المغربي رابع عالميا. واخا سيدي واخا زيد كمل. وكنعرفوا بان العلاقه ديال فوزي القجع مع رئيس الفيفا، وكنعرفوا العلاقات كامله، العلاقات الطيبه. هاد موتسيبي هذا علاش كيدير هادشي؟ كنظن فهمتي، خايف على بلاصتو، خايف ان فوزي القجع يعوضوا واحد النهار. دونك كيحاول انه هو بزاف ديال الحويجات يديرهم يعرقلهم من المغرب. وتلقى فوزي القجع وما ناويش كاع داك الكرسي، يمكن الا ناوي الفيفا والله الله اعلم، ويستحق يكون في الكاف، ويستحق يكون حتى في الفيفا. انا مغربي وغنفتخروا به، والسيد كيخدم. شي نقول لكم واحد القضيه الاخوان، اي واحد، انت غير مواطن عادي، تصور معايا الا كنتي واحد الانسان ناجح وكتبغي تخدم بالمعقول، ما تثيقش في اقرب الناس ليك، اقرب الناس ليك ما تثيقش فيهم، قسما بالله ما تثيق في حتى شي واحد. شي راه بنادم يلعب عليك دور الضحيه وبزاف ديال الحوايج كما فوزي القجع. راه موتسيبي، راه فوزي القجع ساعدو بزاف ديال الحوايج وغطى عليه في بزاف ديال الحوايج. ونزيدكم واحد القضيه، فوزي القجع عنده
بزاف ديال الحوايج، الاغلاط اللي دايرهم الاخر خصوصا معنا حنا كمغرب بلا ما نقول لك الجهات الاخرى. وتصور معايا وكان ما عمرو وكان خبيث فوزي القجع وباغي داك المنصب، اش غايدير؟ غيهز يشي يديه الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهذا السيد في التسيير راه زيرو، وشوف شنو دار وشوف شنو دار. ولكن كنظن هنا وكنقول هنا اليوم ما خصناش كمغاربه نبقاو نتعاملوا مع اي شخص من اجل المصلحه ديال البلاد ما نعقل على جدبوه حتى شي واحد. دونك هنايا فوزي القجع انا كنقول مباشره لاعلى مستوى. وشوف ولد الحرام موتسيبي استغل الفرصه ديال فوزي القجع، جا للمغرب في الماتش ديال البارح وهو دار اللي بغى. الاخوان كلنا فين ما مشينا، شتي في هذه الوقيته ديال كاس العالم بالاخص، فين ما مشينا كل التضامن الركراكي، فين ما مشينا مع المنتخب ديالنا. شتي بيني وبينك يبان لك المنتخب ديالك خاسر، يخسر كاع، ديما داك الحماس، ديما داك ضد في الاعداء ديالنا. شتي بيني وبينك الا مشينا خسرنا، عرف بيني وبينك ها شنو واقع لك المغربي. كاينين ولاد الحرام بزاف دايرين بك. هادشي اللي كاين الاخوان. ما غنطولش، بالسلام عليكم، راه اصلا طولت، فتحياتي لكم. وهادشي كيضرني بزاف. والله العظيم لا فسقت الخبر بقيت كنقول كيفاش خصني نناقش الموضوع، وسجلت شحال من مقطع وانا معصب، لان مساله بلادي يا الاخوان، لان فيها الدرابو كان كيبقى فيا الحال وكيبقى فيا الحال. شو التهليه ولاد الحرام كيجيو لعندك لبلادك، شو التهليه اللي كيديروا لهم. ما نعرف واقيلا داك التهليه واش كندلو راسنا، يمكن راه حنا راه كنكرموا بنادم، ولكن بنادم كنبانوا له يمكن كندلو راسنا ولا باغيين نوصلوا لشي حاجه. فبزاف ديال الحوايج الاخوان اللي صراحه والقادم ربما غيصدمنا جميعا. هادشي علاش الاخوان غنشجعوا المنتخب ديالنا حتى لاخر لحظه. دزنا تبارك الله، ما دزناش ماشي مشكل. ملي كتكتشف بان عندك الاعداء بزاف ماشي مشكل، تصور ايقاف الركراكي كلها باش تصفيط حسابات. كاين جهات باغيه المنتخب المغربي ما يكونش، باش هي عندها باغيه مصلحتها تدوز، وكاين جهات بيني وبينكم بحال موتسيبي الهدف ديالو انه هو فوزي القجع ما يكونش. اعتذر، سمحوا لي، راه ملي كنتعصب. المهم هادشي اللي كاين. شكرا لكم. الى عجبكم هذا الفيديو بلا ما نحتاج نوصيكم الاخوان، اعطيني الدرابو مغربي، شي لعيبه القجع، شي لعيبه الركراكي، شي لعيبه ديما مغرب. زوقوا لنا الكومونتيرات اخوتي، زوقوا لنا الكومونتيرات. راه بيني وبينكم القناه واقف منها الربح عام، ما كنصور والو، التماره ونصور ونمونطي ونقاد عام. يلا هضروا معايا دابا عاد واحد الاخ مشكور المشرف ديال اليوتيوب، يلا هضر معايا دابا عاد عاوتاني على هذه المساله. والله الا كان عندي معاهم اجتماع 3:30 ديال العشيه، والله ما نسيتو. تهضر معايا قال لي راه ناجلوا الاجتماع. تفاعلوا معنا الاخوه، الله يجازيكم بخير، تفاعلوا معنا، لان الهدف ديالنا ماشي هو الربح 100%، ولكن الهدف ديالنا هو اننا على الاقل غير نساهموا شي شويه من اجل هذه البلاد، غير نساهموا شي شويه في ايصال الرسائل، في توعيه الناس اللي ما عارفينش. فساهموا معنا حتى نتوما جالس كتفرج اصاحبي، لايك، غير لايك، ما تخسر والو، ما تعطيني ما نعطيك، غير لايك. هادشي اللي غتعطيني وداك الشيء كبير بالنسبه ليا. وكنشكركم كاملين الاخوان، ومع السلامه وتحياتي لكم.